السلام عليكم. ايوه نظبط بقى الفوكس. ايوه نظبط بقى الفوكس. تمام كده، كل حاجه تمام. آه. المهم بقى نكمل بارت 2 النهارده ان شاء الله. السلام عليكم. اولا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بارت 2 في تعليم اللغه الانجليزيه. لو انت شخص متابع الحلقه اللي فاتت وهتظهر لك هنا دلوقتي هنا او هنا، وهتكون في الديسكريبشن تحت يعني اهم حاجه، وهثبتها لك في اول كومنت. فيلا بينا نبدا حلقه النهارده على الله التسهيل وليتس جيت ستارتد. احنا وقفنا الحلقه اللي فاتت على اول لما ظهر الشخص ده احمد ابو زيد. اول لما ظهر احمد ابو زيد الفكره بقى بدات تتحول، والقصه بدات يكون لها مسار تاني، وحياتي بدا اليها يكون مسار تاني. اول لما ابدا حلقه النهارده انا عايز بس يعني اديك نبذه عن قناه دروس اونلاين. قناه دروس اونلاين هي من اجمد واحسن واروع وكل حاجه في الكون. لو عايز تتعلم وتغير حياتك، يعني قناه احمد ابو زيد كفيله ان هي تغير حياتك في كل حاجه في حياتك، من اول الانجليزي لغايه البرمجه لغايه الفوتوشوب لغايه بقى حاجات في حياتك اليوميه، المذاكره، كل حاجه في قناه دروس اونلاين. احمد ابو زيد بعد ما خلصت ثالثه ثانوي او اواخر ثالثه ثانوي، هو كان بصيص النور اللي بدا يطلع لي، وبدا ان انا اتعلم منه حاجات كتير. بدات اتعلم منه كل حاجه في حياتي، كل حاجه. يعني يمكن الحاجه الوحيده، يمكن القناه الوحيده او الشانل الوحيده اللي عامل لها اشعار هو احمد ابو زيد، لان انا بستنى كل حلقه من حلقات احمد ابو زيد. احمد ابو زيد كان بيشرح القواعد بتاعه اللغه الانجليزيه، وهو عامل بلاي ليست كامله في القناه عنده في فكره الانجليزي، في تعليم اللي هي الايه، الكورسات بتاعت الانجليزي والبلاي ليست اللي هو عاملها. فبدات هنا اول حاجه كانت في عقدتي، يمكن مش عايز اقول ان انا كنت نيله خالص في الانجليزي، يعني مش عايز اقول كده، لكن انا كنت تحت النيله. يعني انا كنت تحت النيله، يعني ما كنتش اعرف حاجه خالص. ده اللي احنا كنا حكيناه في بارت 1 اللي هي الحلقه اللي فاتت. اول شوف الحلقه اللي فاتت عشان تعرف احنا بنتكلم على ايه في مرحله الابتدائي والاعداد اللي احنا كنا اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. فالحلقه دي احنا هنتكلم بقى ازاي احمد ابو زيد قدر ان هو يغير لي حياتي في الانجليزي. فخلينا نتكلم بقى تكمله الحلقه اللي فاتت. قدرت ان انا من خلال احمد ابو زيد ان انا اتعلم البيزكس او الاساسيات بتاعه اللغه الانجليزيه. اهم حاجه اي شخص بيخش اللغه الانجليزيه بيبقى عقدته الوحيده في اللغه الانجليزيه هي القواعد. واحمد ابو زيد كان بيشرح القواعد بطريقه سلسه جدا فوق ما تتخيل. يعني احمد ابو زيد كان بيشرح الانجليزي او القواعد بطريقه سلسه جدا. خلاص، احمد ابو زيد اول لما عرفت بيه كانت اللغه الانجليزيه، وكانت تقريبا من حوالي 4-5 سنين. ومن ساعتها واحمد ابو زيد يعني كل فيديو ما بتاخرلوش في ولا فيديو. الفكره هنا ايه؟ ان انا لما بدات اتعلم اللغه الانجليزيه او اتعلمت الانجليزي، حسيت ان حياتي فرقت 130 درجه او 360 او ايا كان او 180 ايا كان، اي زاويه. المهم ان هي اتغيرت 100%. ليه؟ خلينا كده نمشي واحده واحده. لو انت بتشوف الفيديو ده، اللغه الانجليزيه بالنسبه لك مهمه ولا مش مهمه؟ انت شخص دلوقتي بتقولي ان اللغه الانجليزيه مش مهمه، كده انا مش هتعامل بيها في حاجه. حلو، انت اللي بتشوف الفيديو دلوقتي، ايوه انت مش حياتك عايزه تتغير؟ مش حابب ان انت تتعلم كورس معين او تاخد دوره معينه او تتعلم حاجه ممكن تفيدك؟ انت بتقول كده انا ممكن اتخرج من الكليه وهشتغل بشهادتي ومش عايز الانجليزي في حاجه. اللي انا عايز اصدمك بيه ان مفيش حاجه دلوقتي في العالم كلها الا ما بتطلب انجليزي منك. يعني انت بسم الله الرحمن الرحيم لما بتروح تقدم في انترفيو بيقول لك انت معاك انجليزي وايه، وده اتحكينا فيه قبل كده 100 مره. دلوقتي الانترفيو بيتكلم فيه انك لازم تكون معاك انجليزي. انت معاك انجليزي وايه؟ فلما تيجي تقول له حضرتك يا محترم انك مش معاك انجليزي، هيركنك على جنب. طب ما معكش برمجه، هيركنك على جنب. الحاجات دي بقت مش الرفاهيه، الحاجات دي بقت اساسيه، بقت حاجه لازم تبدا تتعلمها دلوقتي. سوق العمل بقى بيحتاج منك لغه
بقى بيحتاج منك لغه وبيحتاج منك برمجه. فلما يبقى معاك لغه ومعاك برمجه، انت بتخش على الموظف التقيل وانت مرتاح، او بتخش على الشركه وانت مرتاح. فتخيل معايا لما تخش على اي شركه وتقول لهم والله يا جماعه انا معيش لغه، طب ما هيقول لك انا مش عايزك. في واحد تاني مقدم ان هو معاه لغه، لما يكون معاه لغه هو احسن منك. طب ليه انا اخليك تخش الشركه عندي وانت ما معكش لغه؟ امال هيبقى في تواصل ازاي بينك وبين اي عميل؟ فرضنا ان في عميل مثلا مطلوب ان هو هتتعامل معاه باللغه الانجليزيه، طب انت هتتعامل معاه ازاي طالما انا معايا واحد تاني مقدم معاك برضه معاه لغه انجليزيه؟ انا مش عايزك في حاجه، سكه السلامه انت. فدي حاجات مهمه دلوقتي. انت نفسك تاخد دوره معينه، الدوره المعينه دي بتفرض عليك انك، فلما تيجي انت تقول له دلوقتي ان انت ما معكش اي لغه، هو هيقول لك سكه السلامه انت، انا مش عايزك. فده اللي عرفته. انا كنت شخص حابب ان اغير من حياتي، وان انا اكون شخص كويس ومعايا كورسات معينه ومعايا ملتزمات معينه ومعايا عايز اكون معايا دورات، عايز املي السي في بتاعي، وعايز اكون شخص بيرفكت في كل حاجه وشخص عنده كل حاجه، شخص مميز. فاول حاجه كنت حابب ان انا احط ايدي عليها كانت الانجليزي. كانت الانجليزي شيء مهم جدا، كنت لازم اكون معاه. ليه؟ لان الانجليزي كان هيفتح لي سكه تغير حياتي في 180 درجه. لازم الانجليزي يكون معاك. طب ابدا ازاي؟ اتعلم ازاي؟ كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عليها في حلقه جايه ان شاء الله. طب خلينا نبدا الاول. ابدا ازاي؟ هو احمد ابو زيد اول طريقه لتعلم اللغه الانجليزيه. لازم تبدا تتعلم انجليزي، لان الانجليزي شيء مهم وغير حياتي 180 درجه. اللغه الانجليزيه فتحت لي كورسات معينه حبيت ان انا اتعلمها وتعلمت منها كتير. اللغه الانجليزيه فتحت لي دورات وكنت نفسي اتعلمها وتعلمت منها كتير. اللغه الانجليزيه فتحت لي فيديوهات ان انا اتعلم منها في مجال الفيديو واتعلمت منها كتير. اللغه الانجليزيه فتحت لي حاجات ان انا اتعلم منها زي التصوير والحاجات دي واتعلمت منها كتير. اللغه الانجليزيه فتحت لي وغيرت لي حياتي 180 درجه واتعلمت منها كتير. عايز تتعلم ايه تاني؟ دورات، كورسات، كل حاجه. اي حاجه دلوقتي بقت ماشيه باللغه الانجليزيه. اصل انا مش هتعلم بيها، اصل انا مش هتفرق معايا. لا هتفرق معاك، خليها معاك يا سيدي. لما هي مش هتفرق معاك، كنت بقول زيك كده ان هي مش هتفرق معايا بس فرقت معايا بعدين. فلازم تبدا تتعلم اللغه الانجليزيه دلوقتي، لان بقى مش خيار، ده بقى فرض عليك انك تتعلم انجليزي. بقى مش شيء رفاهي، ان الرفاهيه كده ان انت تتعلمها ومش تتعلمها، لا ده بقى شيء اساسي ان انت لازم تتعلمها. فلازم تبدا دلوقتي تتعلم. ابدا دلوقتي قبل بكره. ما تجيش تقول اصل انا هبدا من بكره، كده كده ماشي تمام، انا شفت الفيديو ده وهبدا من بكره. لا، ابدا من دلوقتي. خلي عندك الحماس، خلي عندك الحاجه اللي تخليك تكمل. فبس ده اللي انا كنت حابب ان اقوله لك في قصتي في تعليم اللغه الانجليزيه. اشوفك في حلقه جديده. السلام عليكم.